هاد الخونه اللي في التصويره قتل الوالده ديالو ومراته وولادو الثلاثه، وفاش تشد من بعد 18 سنه هو هارب وغيسولوا البوليس علاش غيقول لهم قتلتهم باش يمشيو للجنه. شنو كان كيقصد وشنو تفاصيل الجريمه وعلاش ما شدوش الا من بعد 18 عام؟ هادشي اللي غنعرفو في الجزء الاول من قصه جون ليست. في 1925 تزاد جون ليست طفل المدلل عند والديه، كبر متدين بالديانه المسيحيه وملتزم من صغره، يدير كاع الطقوس اللي كيفرضها الدين ديالو، وهذا الشيء ورثو من الوالد ديالو اللي كان محافظ. كبر جون واول خدمه غيخدمها هي غيلتحق بالجيش باش يحارب على قبل بلادو امريكا ضد كوريا في الحرب العالميه الثانيه. وفي الخدمه العسكريه تلاقى مع مراته هيلين، تعرف عليها وقال مع راسو ديال المراه اللي غنكمل معها حياتي. تزوج بها في 1951، عاش هو ومراته والوالده ديالو في كاليفورنيا، ولدو جوج دراري وبنت، وهكا غتكون حياته مستقره. مالي في الوالده ومزوج بالمراه اللي بغا، ووالد وليداتو متدين وعنده صالير، حياه مثاليه بالنسبه لاي واحد. العائله ديال جون كانت مسالمه، ظرافات وما كيهضروش مع بنان بزاف، موفر لهم كل شيء وما يجبدوا حد، ما يعمروا مع حد، لدرجه ان الجيران ديالو كيقولوا باللي صوتهم ما كيتسمعش. وبقات الحياه غاديه حتى غيخرج جون ليس من الجيش ويخدم محاسب في شركه كبيره، حيت كان ذكي في الحسابات ومتخرج من الجامعه، وبدا كيترقى بشويه بشويه حتى ولا مدير في خدمات المحاسبه. واحد العقد خلات قرر ياخذ فيلا ديالها بحال شي قصر في ولايه نيوجيرسي في امريكا اللي كتكون من 19 غرفه. من بعد اعوام ديال الرفاهيه وما مخصوص من والو، عائلته اللي ولفات مستوى معيشي زوين بزاف، غيفقد جون الخدمه ديالو من بعد ما الشركه اعلنت الافلاس ديالها، وغيتصدم بزاف وغيبقى يقلب على حل، ولكن والو. وحتى ما كيرضاش ما قادرش يصارح عائلته انه فقد الخدمه وغيشوفوه ضعيف قدامهم. فكان تيخرج كل صباح لابس الكوستيم والكرافات والباليزه، وكيمشي لاكار ديال التران كيبقى فيه من 8 ديال الصباح حتى ل5 ديال العشيه، وكيرجع للدار بحال ما واقع والو. وعائلته عايشه في نفس المستوى المعيشي، حيت ولا كيشفر من الحساب البنكي ديال الوالده ديالو. وفي الوقت اللي كانت العائله ما عارفه والو، كان هو ديما كيفكر ومعصب ومتبع نفس الروتين، حتى النهار غيوليو عنده ديون بزاف وكاع اللي مسلفين وكيغوتوا عليه. وبلاص ما يقلب على خدمه ولا يلقى حل، مشى واحد الليله خدا فردي، قرر الصباح ديال الغد ليه يدير القرار اللي بان ليه مناسب وغيحل ليه مشاكله. صباح الصباح والفردي بايت حداه، وملي فاق لقى مراته هيلين فاقت قبل منه. غيلقاها في الكوزينه وبدم بارد، غيطلق جوج قرطاسات في راسها، والصوت ديال القرطاس ما تسمعش حيت كان داير ليه كاتم الصوت باش الجيران ما يحسوا بوالو. من بعد ما طاحت هيلين كتعوم في الدم ديالها، هبط لعند ولادو اللي كانوا كيلعبوا وضرب بنته هي الاولى الراس، وتبع بزاف ديال الطلقات على ولدو الصغير اللي كان حاول يهرب من بعد ما شاف شنو وقع لختو، حتى غيطيحهم ميت حتى هو. وهنا غيقرر يمشي للغرفه عند الوالده ديالو اللي تهلاط فيه من صغرو وضحات على قبله. غيلقاها ناعسه وغيتيري فيها بجوج قرطاسات في الراس، غيخليوها ميته في بلاصتها بلا ما تعرف شكون اصلا ضربها. من بعد ما ماتت تفكر جون باللي ولدو الثالث عنده ماتش في المدرسه، فكيفاش غيصفي عليه وكيفاش غيهرب للبوليس؟ هادشي اللي غنعرفو في الجزء الثاني اللي غنحطوه في وقت قريب. ولا بغيتي تشوف القصه كامله من دابا، دخل للباج ودخل لاشين يوتيوب غتلقى القصه كامله بكاع الاجزاء. مرحبا بكم كاملين. الجزء الثاني من قصه جون ليس. من بعد القتل ديالو لجوج ولادو والزوجه ديالو والوالده ديالو، بقى ولدو الثالث اللي عنده ماتش في المدرسه. من بعد ما تعطل ولدو قرر يمشي عنده للمدرسه تفرج فيه وهو كيلعب. من بعد ما سالا جابو للدار وكيدخل مع الباب جبد جون الفردي وطلق كاع الرصاص اللي بقى في الفردي وفي ولدو بلا رحمه، وغيجمع الجثث اللي عنده كاملين في البلاصه فين مولف كيتفرج، وغادي يستشفهم حدا حدا اوجد ما ياكل بكل برود، وغيطلق موسيقى دينيه حزينه وهو كياكل. من بعد ما خرج وخلاهم، جون خلى الضوء شالين وطلق الكليماتيزور باش الدار تبقى بارده وما يتحللوش الجثث، وهضر مع مدارس ولادو وقال لهم انهم مسافرين باش ما يسولوش فيهم. وبهذا الشيء اللي دار الجيران والبوليس ما غيعرفوش شنو واقع الا بعد مده كبيره، حتى تحرقوا البولات ديال الدار وتفضوا، وحتى لاحظوا الناس انه ما كاينش حركه في الفيلا وتا واحد ما كيدخل ما كيخرج.
من بعد ما شكوا الجيران واتصلوا بالبوليس، دخلوا البوليس للدار ولقاو مناظر كتخلع، والدم والموسيقى الحزينة والدار الباردة، ولقاو رسالة حطها فوق الطبلة مكتوب فيها: قتلت عائلتي باش نحافظ على طهارة أرواحهم، حيت هاد العالم عامر بالشر. هنا غيبدا البحث عليه في كل بلاصة، حتى غيلقاو طوموبيلته حدا المطار خاوية. من بعد ما قلبوا واش خدا شي تذكيرة لشي بلاد، ما لقاو والو للأسف. البوليس ما لقى حتى تصويره لجون في ديك الوقت، حيت حيد تصاورو من الدار في الزمان اللي آلات التصوير باقي ما موجودينش بزاف، وأساليب التحقيق ما متطورينش. فكان الامل الوحيد هو انهم يبيع بيه شي واحد ويقول لهم فين كاين. وقالوا مع راسهم باللي جون خرج من امريكا لشي دوله اخرى، وتعقدت القضيه. لكن المفاجاه ان جون بدل المظهر ديالو وبقى في ميريكان، فقط بدل الولايه فين ساكن وزور الهويه ديالو وكمل حياته عاديه بسميت روبرت كلارك. الغريب ان هاد جون الكلب قدر يخدم في واحد الكنيسة وقدر يبني حياته من جديد، وتزوج بمرأة جديدة سميتها ديلورس، وكأنه عمرو دار شي حاجة في الوقت اللي كان يقدر يدير هاد الشي مع عائلته نيت. عاش مع ديلورس وما عرف عليه حتى حاجة لمدة ديال 18 عام. تخيل معايا تعيش بيش واحد وتثيق في السفاح لهاد المدة كاملة. 1989 تطورات الوقت، والبوليس غيعاود يفتح تحقيق، خصوصا ان ديك القصة دات بوم في ميريكان، وغادي يعاونوا منحات واخصائيين نفسيين اللي غيحاولوا يديروا تمثال مطابق لوجه جون من خلال الجيران، ويزيدوا عليه عامل السن. وواحد الحاجه اللي اقترحها الطبيب النفساني اللي قال لهم انه غيكون ضروري يدير نظارات شمسيه شبابيه، حيت شخصيته نرجسيه وكيبغي راسو بزاف، وباش تذكروا بايام شبابو فاش كانت العاقه والفلوس. وسبحان الله داك النحاس غيحط نسخه طبق الاصل من وجهه اللي كتشوفوا دابا في التصويره، ودوك النظاظر اللي غيزيدوا ياكدوا انه هو. وهكا غيعرضوا في التلفازه في اكثر المجرمين المطلوبين في امريكا، وغيعرضوا داك الجريمه بكاع التفاصيل البشعه ديالها. وكان في داك الوقت جون ومراته الجديده كيتفرجوا، حتى غتفاجئ مرته وغتصدم، لكن غيقنعها باللي غير كيشبه عليه. ولكن لا يخطينا تبرقيق ديال العيالات، جارتهم وراجلها حتى هما كانوا كيتفرجوا، وغير شافتو جارتو قالت لراجلها باللي هذا هو روبرت كلارك اللي ساكن حداهم. قال لي راجلها كيشبه عليه بزاف، ولكن كلارك كان عارفه ظريف وخدام في الكنيسه ما يديرهاش. ولكن مراته كانت مقتنعه انه هو، وصونات البوليس جاو ما تعطلوش وزو روبرت كلارك. من بعد التحقيق معاه اعترف انه هو جون ليس، وهكا تحل اللغز. وفاش سولوه علاش، قال لهم باللي بنتي ولات كتشطح في واحد الكلوب، ومراتي ولات كتسكر، وولادي ما كيأديوش الطقوس المسيحيه، وخفتهم انهم يمشيو لجهنم. نقز واحد البوليسي قال لي امك حتى هي بحالهم؟ قال لي لا، قتلتها باش ما تعرفنيش انني درت هاد الشيء. وتفقس. صراحه السيد مريض نفسي كيلقى كلشي تفسير من عقله ومن خياله. فزادوا زيروه، قال لهم باللي كنت ديما مقلق وما راضيش يشوفوني في داك الموقف، وقتلتهم. قال لي وعلاش ما قتلتيش راسك انت وخليتيهم هما؟ قال لي لا، غنمشي لجهنم بحال دابا هو غادي للجنه. في وسط المحكمه جون غيحاول يدافع على راسو، وفين ما كان كيسولوا القاضي على سبب القتل تيقول لي صيفطتهم للجنه. وفي الاخر حكموا على جون ليس بالسجن مدى الحياه. وفي 2008 غيموت جون في الحبس، وغتسالي القصه ديالو. الا عجبتك القصه وتابوناو في القناه، خليو فيها شي لمسه زوينه بحالكم، وتسناو الجديد في قصه اخرى ان شاء الله.